رحلة سر التحنيط عند الفراعنة في قديم الزمان. كان المصريون القدماء يؤمنون أن الإنسان له حياة أخرى بعد الموت، وكانوا يريدون أن يحافظوا على جسد الميت ليكون مستعدا للرحلة الجديدة. وهنا يظهر الكاهن المحنط. الخطوة الأولى: الكاهن يدخل غرفة التحنيط ويضع قناعا خاصا على وجهه. يبدأ بإخراج المخ من الأنف باستخدام أداة طويلة. كيف يخرج المخ من الأنف؟ الخطوة الثانية: يفتح الكاهن البطن من الجانب الأيسر ويخرج الأعضاء الداخلية مثل الكبد والأمعاء والرئتين، لكنه يترك القلب لأنه رمز الروح. ثم يضع كل عضو في إناء خاص مرسوم عليه صورة إله يحميه. الخطوة الثالثة: يغسل الجسم بماء معطر وزيوت جميلة الرائحة. ينتشر عبق البخور في الغرفة، فيشعر الجميع وكأنهم في معبد مقدس. الخطوة الرابعة: يجلب الكهنة ملحا أبيض اسمه النطرون. يغطون به الجسد تماما ويتركونه 40 يوما حتى يجف، حتى يظل محفوظا لآلاف السنين. الخطوة الخامسة: بعد أن يجف الجسد يملؤونه بالكتان والعطور ليبدو طبيعيا. الخطوة السادسة: يلفون الجسد بقطع كثيرة من الكتان الأبيض طبقة وراء طبقة، وبينها يضعون تمائم سحرية صغيرة لحمايته. يضعون المومياء داخل تابوت خشبي مزخرف، وبعدها داخل تابوت حجري ضخم، استعدادا للرحلة إلى العالم الآخر.